السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل بحاري الدجاج بكل التفاصيل. تابعونا، حاجة روعة وممتازة وهتعرفوا كل التفاصيل عندنا. زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة جميلة وروعة، والرز مستوي كويس ما شاء الله، ماشي حاجة تحفة. وده الدجاج يا جماعة واخد سوا 45 دقيقة. ده السوا المظبوط للدجاج، ورزية طويلة كويسة. طبعا معانا 3 معالق كركم، معلقتين فلفل اسود، 3 معالق كزبرة، 3 معالق كمون، 3 معالق بهارات مشكلة، والملح حسب الرغبة. طبعا معانا 5 معالق توم، طماطم قطع صغيرة، نص كيلو طماطم، ربع كيلو فلفل قطع صغيرة، ليمون اسود طبعا مكسرينه زي ما حضراتكم شايفين كده، والبصل 2 كيلو بصل، ومعانا لتر زيت. طبعا هننزل بالمكونات: الطماطم قطع صغيرة نص كيلو طماطم، ربع كيلو فلفل قطع صغيرة، ليمون اسود طبعا مكسرين الليمون يا جماعة، وبننزل بالملح والبهارات اللي اتكلمت حضراتكم عليها، والثوم 5 معالق توم. تمام. وبنبدأ نقلب كل المكونات كلها مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده، بنقلب تقليبة كويسة. ده طريقة البحار يا جماعة، بكلمكم كل التفاصيل عشان حضراتكم تعرفوا طريقة عمل البحاري بكل التفاصيل وأسرار طبعا مطبخنا. ما شاء الله ريحة كويسة يا جماعة. طبعا البهارات مع الفلفل مع الطماطم مع البصل عطى ريحة جميلة جدا. بنبدأ ننزل بالزيت حوالي لتر حسب الكمية اللي عندي. هننزل بالمكونات بتاعتنا. طبعا الزيت بيبقى سخن زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنبدأ نقلب كل البهارات والمكونات دي مع بعضها، وبنسيبها على النار حوالي ربع ساعة. كل 5 دقايق بنقلب فيها كده زي ما حضراتكم شايفين. البحاري ده جميل يا جماعة، رز البحاري جميل وأكلة خفيفة وممتازة. بنبدأ ننزل بالمية بتاعتنا. طبعا المية بتغلي عندي، وبنبدأ ننزل بالدجاج زي ما حضراتكم شايفين. طبعا خد السوا 45 دقيقة. حاجة كويسة روعة، ريحة جميلة يا جماعة، ريحة البحاري ملهاش حل، كويسة ما شاء الله. وعندي الدجاج مظبوط واخد السوا بتاعه مظبوط. حاجة روعة، حاجة ممتازة، يا ريت تجربوها، هيعجب حضراتكم جدا جدا جدا. حاجة كويسة. طبعا ماشي مع حضراتكم واحدة واحدة عشان تعرفوا كل التفاصيل طريقة عمل البحاري. بنبدأ ننزل بالرز بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. المية بتبقى زيادة عن الرز حوالي 3 سنتي ما شاء الله. بعد نص ساعة الرز طبعا شرب المية بتاعته. حاجة روعة، حاجة ممتازة، حاجة جميلة زي ما حضراتكم شايفين كده، ريحة جميلة ما شاء الله، كويس جدا. شوف يا جماعة الرز عاملة ازاي، حاجة كويسة، حاجة ممتازة، وأكلة روعة. يا ريت تجربوها، يعجب حضراتكم جدا ما شاء الله. طبعا بنبدأ نحط التابل أو الاسبنت أو الخضرة يا جماعة. طبعا في مصر خضرة، كزبرة وشبت. وطبعا بنبدأ نغرف زي ما حضراتكم شايفين كده. الرز بتاعنا استوى، وبنبدأ نغرف الرز بتاعنا، رز جميل كويس زي ما حضراتكم شفتوا كل التفاصيل. الرزية مظبوطة، الملح مظبوط، والتوابل مظبوطة، ريحة جميلة، حاجة روعة. يا ريت يا جماعة تشتركوا في القناة، تدعمونا بلايك عشان يصل لحضراتكم كل جديد. حاجة روعة زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. وطبعا بنحط الدجاج، حاجة روعة ممتازة بعد ما اتقلى في الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده، جميل جدا وروعة، بألف هنا عليكم، جربوها يعجب حضراتكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.